I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. السلام عليكم، مرحبا إخواني أينما كنتم، مرحبا بكم من جديد. إليكم ملخص مباراة المنتخب المغربي وجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث في هذه المباراة يتفوق المنتخب الوطني على نظيره جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك لثالث مرة يتم تحقيق فوزه الثالث على التوالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا بهدف لعبد الصمد الزلزولي، وبعدها عز الدين أناحي، والهدف الجميل لأشرف حكيمي، وكذلك مرة ثانية لعز الدين أناحي. وبالتالي تم تأكيد انسجام كبير للتركيبة البشرية الجديدة التي تضم لاعبين جدد، من بينهم 5 لاعبين يحملون قميص الأسود لأول مرة، وهم يوسف بالعامري وجمال حركاس ورضا بالحيان وعبد الحميد أيت بودلال وأسامة الصحراوي. وبخصوص جاهزية الأسود لهذه المباراة، قال وليد الركراكي أن التدريب مرت في أجواء جيدة، وأن اللاعبين يتمتعون بمعنويات مرتفعة وعلى أتم الجاهزية لمواجهة إفريقيا الوسطى، باستثناء أسامة الصحراوي الذي لم يتدرب لمدة يومين. وقال الركراكي أن المباراة أمام منتخب إفريقيا الوسطى فرصة أمام المنتخب المغربي للبحث عن حلول بخصوص طريقه ووصوله إلى المرمى في مواجهة للمنتخبات التي تلعب بخطة التكتل الدفاعي. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.